لو زهقتي من كل طرق الفراخ التقليدية العادية، تعالي نعمل وصفة بسيطة وسهلة جدا مش هتاخد أي وقت. يا دوب هنحطها في الفرن نص ساعة وتبقي كده خلصتي الأكل. هنجيب صينية هنحط فيها بصلاية كبيرة متقطعة، طماطماية، فلفل أخضر، وبطاطساية متوسطة مقطعينها مكعبات صغيرة. هننزل عليهم ببهارات فراخ، فلفل أسود، ملح، ورشة سكر، وبعد كده معلقة زيت كبيرة، وهنقلب كل دوت مع بعض كويس. في الوقت دوت هكون غاسلة الفراخ بتاعتي ومقطعاها بالطريقة بقى اللي تناسبكم. هنحطها على الخضار بتاعنا وهنقلب كله مع بعض. طبعا لو انتوا عاملين كمية فراخ اكتر من ديت، يبقى برضو هنزود كمية الخضار شوية. هنقلب كل المكونات كده مع بعضها. هنكون جايبين بقى كيس حراري وهنبدأ نحط فيه الخضار والفراخ بتاعتنا. في الوقت دوت انا مولعة الفرن من تحت بس. هنقفل الكيس الحراري كويس وهنبدأ كده نشكشك فيه بسكينة او بشوكة، عشان بس الكيس الحراري دوت بيتنفخ في جوه الفرن. في نفس الصينية اللي كنا مقطعين فيها الحاجة دخلناها الفرن. ده منظرها بعد نص ساعة بالظبط. الخضار استوى والفراخ نسايرها استوت جدا. هنشيل الكيس الحراري، هنحط بقى معلقة صلصة وعليها معلقة عسل اسود وعصرة ليمونة، وهنبدأ ندهن بيها الفراخ بتاعتنا والخضار. وهنطفي الفرن من تحت وهنبدأ بس نشغل الشواية 10 دقايق بالكتير لحد ما تاخد عندنا اللون المطلوب. وبكده يبقى الأكلة بتاعتنا ما كملتش بالظبط ساعة زمن. هنعمل بقى جنبها رز بشعرية، نعمل جنبها مكرونة، اللي يريحكم. بعد كده هنحطها تحت الشواية زي ما قلنا، وده منظرها، وبألف هنا.